في زمن السكين كير والسيرم وشامبوهات الشعر اللي مالية الدنيا دلوقتي، كان في براند مصري زمان كسب ثقة كل النجوم تقريباً، ومنهم أم كلثوم وعبد الوهاب. يلا بينا في براندات زمان نتعرف على براند النهاردة، نابلسي شاهين، واللي بدأت حكايته سنة 1928 لما الحاج محمد شاهين قرر إنه يفتح أول مصنع لصابون زيت الزيتون في مصر. وقتها كان صابون نابلس الفلسطيني مشهور بجودته، لأن مدينة نابلس كانت من أشهر المدن في زراعة الزيتون وصناعة الصابون، وكانت أجزاء من فلسطين تحت حكم المملكة المصرية. ومن هنا ظهر اسم نابلسي فاروق، واللي كان مكتوب على العلبة الخضراء اللي عرفها المصريين لسنين طويلة. الغريبة بقى إن شهرة الصابونة وصلت لنجوم الزمن الجميل، منهم مثلاً أم كلثوم، واللي ظهرت في إعلان شهير بتقول فيه: استعملوا نابلسي فاروق لأنه مصري يحمل أكرم الأسماء، نقي يصنع من زيت الزيتون 100%. ومدحوا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقال: استعملت نابلسي فاروق ووجدته يستحق كل تشجيع وتقدير. واستخدموا بصفة يومية دون جوان السينما المصرية رشدي أباظة. وسر شعبية المنتج كانت في مكوناته الطبيعية وريحته المميزة وسعره المناسب وجودته اللي بتخلي الصابونة تعيش فترة طويلة. سنة 1935 كان سعر الصابونة 3 قروش، وكانت موجودة في بيت الأغنياء والبسطاء. ومن نابلسي فاروق ظهر الزعيم سعد زغلول في واحدة من إعلانات الصابون، وبتصريح خاص منه ظهر إعلان الصابونة وكتب فيه: سعد زغلول هو زعيم المصريين، ونابلسي سعد زغلول هو زعيم اسكندرية. الصابونة كانت نفس شكل وتصميم نابلسي فاروق، لكن كانت من إنتاج مصانع بطرس جرجس وباس بك في اسكندرية. وسنة 1952 قامت ثورة يوليو وتنحى الملك. الشركة لقت نفسها قدام مشكلة، اسم المنتج مرتبط باسم الملك، فقررت بسرعة تغير الاسم من نابلسي فاروق لنابلسي شاهين، ونشرت إعلان بتأكد فيه استمرار المنتج بنفس الجودة. ورغم مرور السنين وظهور عشرات الأنواع من الصابون ومنتجات العناية بالبشرة، فضلت نابلسي شاهين محافظة على مكانتها، خصوصاً عند الأجيال الكبيرة في السن، واللي لسه شايفين إن صابون زيت الزيتون الطبيعي ملوش بديل. وعشان كده لما تشوف العلبة الخضراء القديمة دي، اعرف إنك قدام واحد من أقدم وأشهر البراندات اللي عاشت مع المصريين لأكتر من 90 سنة. كنت معاكم أنا مروة صالح، استنوني في حلقة جديدة من براندات زمان.